الأهلي يفوز على البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في مباراة أصعب ما يمكن في الدوري المصري. يتقدم إمام عاشور بهدف صاروخ في الشوط الأولاني، بيتعادل يوقع النور في نهاية الشوط الأول من غلطة من الدفاع الساذج، غلطة من الدفاع الساذج للنادي الأهلي. لما لعيب يخش بالكورة من عند خط ال 18 لغاية جوه منطقة الجزاء، واللي بيقابله يعني ايه، بيحلق عليه، مش بيعترضه، لا ده بيحلق عليه، بيحلق عليه. مفيش لعيب يعني وقف، يعني لو كنت وقفت بس الكرة كنت خدتها. كورة من الأول خالص بن شرقي معدي منه، كوكا سابه يخش شمال اللي هو يمين كوكا، بعدين بيقابله مروان على استحياء، بيباصي الكورة ليوقع النور اللي بيلف وبيشوط. هدف مش ممكن يدخل في الأهلي، مش ممكن. وبعدين وسام بيفك نحسه هو، وبيفك المباراة والتشابك والتعقيد اللي كنا هندخل فيه والحسابات اللي كنا هندخل فيها بالهدف في الدقيقة 95 وفي آخر دقيقة في الوقت الضايع. ولكن 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 علامة استفهام على بقاء أحمد نبيل كوكا في الملعب بالرغم كثرة الأخطاء اللي عملها. مفيش برضه استلام صح للماتش الثالث على التوالي يا عماد يا نحاس. ماتش الثالث بقائه في الملعب، مش فاهم ليه. انا مش فاهم. انا يعني انت لو قاصد تغرق نفسك مش هتعمل اللي بتعمله ده في علي معلول. نزل عمل ثلاث اوفرات كوكا اللي بيلعب طول الماتش ما عملهمش. نزل في 7 دقايق عمل 3 اوفرات. كوكا اللي بيلعب من اول الماتش ما عملش 3 اوفرات دول. محمد هاني اللي بيلعب من اول ماتش ما عملش ال3 اوفرات دول. مفيش كرة غلط، مفيش كرة طالعة مش على راس مهاجم. لو عاوز يدخلها ويركب صح هيدخل الكرة دي جول. 3 اوفرات وفي مكانه لاعب. يعني يا جماعة انتوا بتتكلموا على علي معلول اللي نزل تلت ساعة وكان لسه راجع من إصابة، وعمل جيم اقسم بالله ما يعمله واحد عنده 20 سنة. اهو احمد نبيل كوكا عمل ايه من ساعة ما لعب ال5 6 ماتشات دول وقبل كده؟ نفسي افهم، واحد يفهمني كده. احمد نبيل كوكا ايه اللي يفوقه على علي معلول عشان يلعب ويكمل ماتش؟ يا عم خليه شوط اول وده شوط تاني. انت لقيته اداؤه منيل ب60 نيله غيره، لكن سايبه ال85 عشان تغيره؟ مش فاهم، انا مش فاهم بقائه في الملعب ليه. ليه؟ كل الشكر للاداء الرجولي لياسر ابراهيم بمنتهى الصراحه. انقاذ الماتش اللي فات، وزي ما انا قلت ان شاء الله الدوري يبقى بسبب الانقاذ اللي عمله في ماتش سيراميكا في الدقيقه 88 ولا الدقيقه كانت 92، الدقيقه 92 88 92. انقاذ ده ان شاء الله، بما ان فاضل نقطه واحده بس، نقطه واحده الاهلي عايزها يفنش الدوري، نقطه واحده ان شاء الله بعون الله، ان شاء الله بعون الله نقطه واحده الاهلي عاوزها ويفنش دوري في ماتش فاركو اللي هيبقى يوم 28 ان شاء الله. الاداء عاوز لعيبه رجاله، مش عاوز لعيبه متسرعه. مش شرط يكون شاب وما بستفادش بيه، يعني مش شرط يكون شاب وما بستفادش بيه. طب انت النهارده لعبت جارديشار وما عملش حاجه الشوط الاولاني، نزلت وسام،
انا شاكك ان في ضربه جزاء لوسام، انا شاكك ان في ضربه جزاء لوسام وما اتعادتش بعديها. يعني الكره دي ما اتعادتش بعديها، وكم فاول ما اتحسبوش. يعني الفاولات اللي محمود ناجي الحكم ما حسبهاش، او محمد ناجي في الشوط الاولاني فاولات حسبها في الشوط الثاني فاولات. الاهلي له 4 فاولات الشوط الاولاني فاولات، منهم واحده جراديشار ده اتشد قدام اللاين مان على خط قدام خط التماس، اتشد ووقعه وما اتحسبتش فاول. نفس الكرة في اخر الماتش لامام اتحسبت فاول على احمد ياسر ريان. ايه العقليه دي؟ ايه العقليه دي؟ ايه الغلطات اللي ملهاش طعم دي؟ انت دخلت الجون يا عماد يا نحاس وبعدين دفعت نفس اللي عملته في ماتش سيراميكا، ودفعت بدون سبب. يعني دفعت بدون سبب وبدون مبرر. دخل فيك الجون، مسكت الكرة الدقيقتين اللي كانوا فاضلين في نهايه الشوط الاولاني وهاجمت، والكرة مسكتها باستحواذ. الشوط الثاني نازل كل الكرة انت مستحوذ وماسك الكرة وهما بيلعبوا على الهجمه المرتده. ايه السبب التراجع بعد ما بدخل جول؟ ايه السبب ان انا اقول للعيبه ارجعوا؟ وما تقوليش ومحدش يقنعني ان اللعيبه بتتصرف كده من دماغها. استحاله. لو لاعب بيتصرف كده من دماغه وانا قاعد بره، اسف، يبقى انا ماليش لازمه. لو اللعيبه بتتصرف بره من دماغها وانا مدير فني قاعد بره وشايف اللعيبه هي بتتراجع كده، يبقى انا ماليش لازمه. انا ماليش لازمه خالص. قاعد شايف ده بعيني ربع ساعه وساكت؟ لا، استحاله. استحاله. نفس اللي حصل في ماتش سيراميكا، استحواذ لسيراميكا وسايب لهم الملعب وسايب لهم خط النص، وكانوا هيدخلوا جون في الاخر لولا ياسر ابراهيم. وكنا هنخش بقى في حسابات، يعني الماتش ده يخلص تعادل كنا بقى دخلنا في حسابات فرق اهداف، ودخلت اكتر وما دخلتش اكتر، ولعبت بره ولعبت جوه، وخدت انذارات ولعبت اتطردت. موال اسود ومنيل ما كناش يعني مش عاوزين نخش له ومش عايزين نروح له، وبايدينا. الفرصه ما جت، انا قلت في الماتش اللي بعد حرس الحدود، الفرصه جات لك خلاص لازم تمسك فيها. في ماتش سيراميكا لا، ماتش سيراميكا اللعيبه بتفرط، والنهارده عماد النحاس اللي بيفرط. اللعيبه كانت بتفرط في ماتش سيراميكا، لا، والنهارده عماد النحاس. في ماتش سيراميكا اللعيبه كور انفرادات، اللي عايز يأنن واللي عايز يدخل هو بنفسه واللي مش عاوز يباصي، وكل واحد عاوز يثبت نفسه ومفيش حد عدى لاعب على لاعب. ده في ماتش سيراميكا. النهارده لا. الماتش ده لو كان حصل حاجه كان بتاعك انت عماد نحاس بمنتهى الصراحه. انت عملت 3 ماتشات حلوين في البطوله ديت، ماتش حرس الحدود، ماتش المصري، ماتش التالت حرس الحدود وبتروجيت والمصري. دول ال3 ماتشات اللي انت عملتهم من الماتش، حرس الحدود وبتروجيت والمصري. ماتش سيراميكا البنك الاهلي لا خالص، لا خالص. ادخل جول وادافع واستنى بقى انا وحظي، يا ترى اللعيبه بتاعتي هتلعب على الهجمه المرتده تدخل جول، ولا هنعمل ايه، ولا هيخش فينا جول، ولا اللعيبه بتاعتي هتنقذني. ليه وجع القلب ووجع الدماغ ده؟ ايه السبب؟ في النهايه الف مبروك لجماهير النادي الاهلي. 3 نقط تقربنا من بطوله الدوري رقم 55 في تاريخ الاهلي ان شاء الله بعون الله. راحه للعيبه وللجهاز الفني علشان يركز في الماتش الاخير، عشان احنا الجوله الاخيره هنبقى باي واحنا قاعدين حاطين رجل على رجل، نبقى باي واحنا مستريحين، نبقى باي واحنا ابطال الدوري، نبقى باي باي شكل من الاشكال. مش عايزين اي حاجه من حد، عايزين نتفرج على الماتش الاخير كده ونقعد نضحك، عايزين نغلب ماتش فاركو الجاي بمزاجنا بدماغنا، ونتفرج على الجوله الاخيره كلها واحنا قاعدين بنضحك. يا ريت. الف شكر للاهلي والف شكر لجماهير الاهلي اللي كانت مسانده النهارده في الملعب، ومبروك للاهلاويه